البداية من هنا، من المسرح القومي للأطفال. أرجو أن تصل رسالتي إلى كل المسؤولين عن الثقافة والفن في هذا البلد. المسرح القومي للأطفال منوط به رسالة مهمة جدا في بناء مصرنا الجديدة. المسرح القومي للأطفال ومراكز الشباب وقصور الثقافة يجب أن نهتم بالطفل من المهد، من البداية. البداية هنا وفي كل الأماكن التي تهتم بالأطفال. البداية من عندنا هنا، من المسرح القومي للأطفال، لخلق جيل يحب هذا البلد. شرفتونا ونورتونا، وأرجو أن تسعدوا معنا بهذه الأمسية في احتفالات أكتوبر المجيدة. شكرا. وما زلنا في احتفالات مصر أكتوبر، معنا تكليف كبير حسب أساس مسألة على 33 نقطة. طبعا احنا بنحرص في المسرح القومي للاطفال كل عام ان احنا بنحتفل ذكرى انتصارات اكتوبر المجيده لكي يعلم اطفالنا ما هي هذه الحرب. معظم الاطفال في هذه المرحله السنيه الموجوده دلوقتي ما يعرفوش حرب اكتوبر وما عصروش حرب اكتوبر، والمعلومات اللي بتجيلهم عن حرب اكتوبر ضئيله جدا. فانا بحب حريص ان انا كل عام ان انا اعمل عرض يتناول في حرب اكتوبر وابطال حرب اكتوبر ومقاتلين الشجعان الفواسد اللي استشهدوا في حرب اكتوبر وحرب الاستنزاف التي تسبق حرب اكتوبر اللي كانت من الاسباب الرئيسيه لانتصارات اكتوبر. فكل عام الحمد لله بنحرص ان نعمل هذه الاحتفاليه لكي يعلم اطفالنا ما هي حرب اكتوبر عشان ينمي جواهم الانتماء لهذا الوطن. تعالى ثورة وما قبل الثورة أكيد طبعا الطفل لما أنت بتحتفل بحاجة في الدولة واللحظة هو عايشها وهو مواكبها وهو شايفها بعينيه وسامعها وده تأثير كبير قوي. أنت بتعرفي يعني إيه اللي بيحصل؟ يعني ما عاشهاش طبعا، ما عاشهاش ما شافهاش. لما يسمع عن حرب أكتوبر في الجرايد وفي التلفزيون وهنا وهنا عايز يعرف إيه حرب أكتوبر وليه مهتمين بيها الاهتمام ده؟ يعني إيه حرب أكتوبر؟ يعني إيه الأبطال اللي استشهدوا في حرب أكتوبر؟ وماتوا إزاي؟ وضحوا بأرواحهم إزاي عشان الوطن ده يعلى ويقتلوا الجيش المصري من أقوى الجيوش العربية على الأطراف. ده مهم جدا. أحمد ماهر من مقاتلي حرب أكتوبر أصلا، ولذلك كان مرشحا أن يكرم ويكرم. فالحمد لله وفقنا أن هو يبقى موجود معنا النهارده وشرفنا. أعزائي المشاهدين، ما زلنا احتفالات مصر أكتوبر. النهارده معانا شاول الفنان مولد المقاتل اللي عاش حرب أكتوبر. لكن أنا راجل عاش هذه الحرب وعاش فترة النكسة، وبحس كل المصريين اللي عاشوا هذه الفترة. أنا حاولت أنقل مدى المرار عاشت مصر في هذه الفترة، المعاناة اللي
كان بيعاني منها الشعب، إلى أن ربنا أفاء علينا بهذا الانتصار ولإيمان هذا الشعب وتماسكه ووحدته كمسلمين ومسيحيين في مواجهة هذا البغي وهذا العدوان، وثقته في قيادته في قواته المسلحة اللي ربنا يبارك فيها. كان في عداد المستحيل ان احنا نسترد سيناء، وهذا الجيل اللي عايش النهارده ينعم بالحريه ويستشعر ان كل ذره رمل في مصر ملكنا، ملك المصريين، ملكهم، لان هم دول مصر اللي جايه، لان هم دول رجاله مصر في قادم الايام. الشك درء كتير قالوا ان هذه المعجزه لن ولم تتكرر في اي جيل، لان مش هيجي جيل زي جيل أكتوبر. لا، يجي اللي احنا بنعمله النهارده ده بنعمله عشان يجي جيل تاني، مش زي جيل اكتوبر، اعظم من جيل اكتوبر، لان احنا مش عارفين الغيب مخبي لنا ايه، ولابد واحنا بنتفرج وبنستعيد ذكريات اكتوبر نستخلص الدروس اللي نستفيد منها عشان نستعد للمشاكل اللي ممكن تواجه مصر والمصريين في الايام المقبله. احنا بنفكر ولادنا، بنورث ولادنا هذه المعاني عشان يستعدوا لكل الصعاب ويبقوا عندهم القدره على تخطي هذه المشاكل عشان تفضل مصر حره، ويورثوها برضو لاولادهم ان شاء الله. احنا مشكورين جدا على التطوير. لا يا أعزائي المشاهدين، معانا مخرج كبير شهيد مصري، الاسم ده على فكرة اسمه كتير. الراجل ده هيغير حاجة في السينما المصرية. حبيبنا آخر حاجة كده، هو معلش هو دقيقة له لمحة. هو انا عايز اقول قبل الاخر، انا عملت فيلم وثائقي عن مجادع الارمن اللي حصلت على ايد الاتراك سنه 1915. ان الاتراك العثمانيين ذبحوا فيها 1.5 مليون ارمني في تركيا. ده فيلم وثائقي اتمنى انه يتعرض في اي قناه. اما العمل اللي انا شغال فيه دلوقتي فيلم اسمه المزاج، هو فيلم روائي قصير، وبحضر من فيلم تاني اسمه اللص والحب، هو فيلم قصير برضه، قصير مدته 50 دقيقة. أنا شايف إن مخرجنا الكبير يختار حاجات مش عايز أقول يعني حاجات هتبقى بصمة، وده اللي الناس هي بتقول، مش أنا، الناس اللي بتقول، الناس اللي بتقول استنوا المفاجأة ده. أتمنى إن تكون مفاجأة، وأتمنى إنه يعجب الناس اللي هيشوفوه. واحنا بنستنى. اعزائي المشاهدين، وما زلنا في احتفالات اكتوبر. كلنا النهارده في احتفالات اكتوبر بتعمل اسم بالذات مصر. اولا انا برحب بكم، مبسوطه جدا ان انتم نورتونا في مسرحنا، في بيتي مسرح القومي. انا سعيده جدا بالتكريم بتاعي النهارده، وانا بتكرم النهارده علشان مسرحيه شمس وقمر. انا بدعوكم دعوه خاصه تيجوا تصوروا معانا وهتنبسطوا جدا. طبعا يعني الحمد لله احنا في شمس وقمر اتكرمنا كذا تكريم خارج المسرح، وجم كرمونا في المسرح، بس ده التكريم ده عزيز عليا علشان ده من المسرح، فانا سعيده جدا بيه وكم بتنبسطي. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله مصرنا هتبقى احسن 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 من اي دوله في العالم. هنرجع لورا كده حاجه صغيره. نجحت في مسلسل الجديد ان شاء الله
بجانب مسرحية شمس وقمر المسرح. في حلقات منفصلة أنا والفنان سامي توفي بنعمل يعني حلقات منفصلة على غرار هو وهي كده. إن شاء الله هتبقى آدم وحواء. كل حلقة بتتكلم عن موضوع بيهم المجتمع بتاعنا. أتمنى إن هي تعجبكم. مشكور جدا وان شاء الله على لقاء بعد المسرحيه ان شاء الله. إن شاء الله.